عايز تعرف الطريقة الصح لعمل سيرم هيالورونيك ناجح للبشرة، شد بشرة وترطيبها وتقليل مظهر التجاعيد؟ تابع معايا. السر مش في نوع واحد، السر الحقيقي في تعدد الأوزان الجزيئية. يعني ايه الكلام ده؟ شركات كتير في الماركت بتستخدم نوع واحد بس من الصوديوم هيالورونيت، والغالب بيكون وزن جزيئي عالي زي 800 كيلو دالتون، وده لوحده مش كفاية عشان بنعمل منه سيرم لأنه هيعالج البشرة من الخارج فقط. طيب الشركات الكبيرة الناجحة بتعمل ايه؟ بتعمل ميكس ما بين الأوزان الجزيئية المختلفة عشان السيرم يقدر يعالج البشرة من الداخل وكمان من الخارج. طيب السيستم ده اسمه ايه؟ اسمه مالتي موليكولار ويت هيالورونيك سيستم، يعني استخدام أوزان جزيئية مختلفة عشان نحصل على 4 نتائج قوية: ترطيب سطحي فوري، ترطيب داخلي أعمق، تأثير ممتد لفترة أطول، إحساس ونعومة ملموسة من أول استخدام. وده الفرق الكبير بين سيرم عادي وسيرم تحس نتيجته فعلا. خلينا نكون متفقين ان كلما زاد الوزن الجزيئي للصوديوم هيالورونيت زي 800 كيلو دالتون، كلما كان معدل اختراق الجزيئات للبشرة أقل، وكلما قل الوزن الجزيئي للصوديوم هيالورونيت زي 10 كيلو دالتون كلما كان معدل اختراق الجزيئات للبشرة أكبر. تعالوا نتعرف مع بعض دلوقتي عن الأوزان الجزيئية المختلفة للصوديوم هيالورونيت، لأن لكل نوع وظيفة معينة. أول نوع عندنا هو 800 كيلو دالتون، وزن عالي ممتاز لعمل طبقة ترطيب سطحية فورية وتقليل فقدان المياه. رقم 2 400 كيلو دالتون، يرطب الطبقات العليا ويعطي نعومة ومرونة واضحة. رقم 3 وهو 200 كيلو دالتون، يبدأ انه يشتغل أعمق قليلا ويساعد على تحسين مرونة البشرة. رقم 4 وهو 50 كيلو دالتون، ترطيب أعمق وتأثير أطول مدى. رقم 5 وهو 10 كيلو دالتون، وزن صغير جدا يساعد في الترطيب الداخلي ويعطي مظهر للبشرة هيلثي ومشدود. عشان كده الشركات الكبيرة ما بتعتمدش على نوع واحد، ولكن بتعتمد على كومباينيشن ذكي بتاخد أفضل نتيجة من كل وزن جزيئي، يعني ترطيب فوري، ترطيب أعمق، تأثير طويل الأمد، نعومة فورية، بشرة أكثر امتلاء وحيوية. وده الفرق الحقيقي بين سيرم عادي وسيرم تحس نتيجته من أول استخدام. لو عايز تعمل سيرم ينافس البراندات الكبيرة، ابدأ بالنظام الصح. ابعت كلمة هيالورونيك على لينك الواتساب وأنا أبعت لك أفضل طريقة لعمل سيرم هيالورونيك تقدر تنافس بيها.